النهارده بقى كده هنعمل مع بعض الكشري المصري. بصوا شايفين الشكل والجمال وشكل الطبق. النهارده بقى كده هنعمله بطريقه سهله جدا جدا، وكمان هنعمل الدقه وهنعمل الصلصه بتاعه الكشري المصري. طبعا الكشري المصري مفيش اي حد بينزل مصر من اي بلد ايا كانت ومش بيحب يجرب ويدوق الكشري المصري بتاعنا. يلا بينا كده بقى حبايب قلبي نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده معانا البصل يا جماعه، مقطعاه جوليان زي ما حضراتكم شايفين، ونزلت كده في البوله بكميه البصل، ونزلت عليه بمعلقتين 3 4 كده دقيق. عايزه البصل يشرب من الدقيق كويس جدا. واخدته بقى كده على الطاسه وحطيت فيها كميه زيت تكون كتيره، لان الزيت بتاعنا النهارده هو اللي هستخدمه في باقي الفيديو معاكم. حطيت بقى كده البصل بتاعي بعد ما شرب من الدقيق كويس جدا جدا، ونزلت بالبصل، وهفضل بقى كده اقلب البصل بتاعي يمين في شمال وشمال في يمين لحد كده ما الاقي البصل اخد معايا اللون الذهبي الفاتح، اول درجه كده من درجات اللون الذهبي. مش هنسيب البصل بتاعنا يغمق. وبعد كده ما اللون كده يبدأ ياخد اللون الذهبي، هنزل عليه بمعلقة من السكر، علشان انا عايزة البصل بتاعي مسكر كده زيكم يا مسكرين. هقلب بقى كده البصل. بصوا كده اهو بدأ كده ياخد اللون الذهبي. دلوقتي كده هنفضل بقى كده نقلب، ما تسيبوش ايديكم يا جماعة من الطاسة علشان البصل ما يغمقش منكم. هفضل بقى كده اقلب، وهوريكم بقى كده اللون بتاع البصل اللي انا عاوزاه ومحتاجاه يكون هو ده اللون اللي هخرج فيه البصل، هو اللون ده. هنجيب بقى كده الحله، وجبت مصفى زي ما حضراتكم شايفين، وهاخد كده شويه من الزيت بتاع البصل. بس اهم حاجه بقى كده نصفيه، علشان مش عايزه اي رواسب تنزل معايا في الحله. بزيت بقى البصل هنزل بقى كده بشويه من الشعريه، وهنقلب بقى كده الشعريه لحد كده ما تتحمر وتاخد معانا اللون الذهبي. يبقى كده اخدت شويه من الزيت بتاع البصل، بس صفوه علشان ما ينزلش معاكم اي رواسب. ادي كده اللون الشعريه اهو اخد اللون الذهبي. نزلت بقى كده بالرز الابيض بتاعي، وكنت غسلاه يا جماعه ومصفياه. هقلب بقى كده الرز مع الشعريه وياخد كده تشويحه، علشان عايزه الرز يشرب من طعم الزيت بتاع البصل. هنزل بقى كده بالمكرونه. معايا بقى كده مكرونه مشكله الاول كده شويه مكرونه سباكيتي، وكنت شاريه كده شويه مكرونه بقى كده مشكله عقل زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. نزلت بقى كده كمان بالمكرونه بتاعتي، وهبدا كده انزل بالميه، والميه لازم تكون مغليه وتكون مغطيه المكرونه. بعد كده بقى هقلب، وهنزل كمان بشويه من الكمون مع الميه. ادي كده اهو رشة الكمون هتفرق معانا جدا جدا في طعم المكرونة والرز بشعرية بتاعنا. هنسيبها بقى كده ونغطي عليها لحد كده ما تستوي، وهوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. ادي كده بصوا كده بدأت تغلي والمية بدأت تتشرب. هنهدي بقى كده عليه النار، وهنسيبه بقى كده لحد ما يستوي خالص. ويلا بينا كده بقى نجيب العدس بجبة. العدس ده يا جماعة انا كنت نقعاه حوالي 3 ساعات، وحطيته بقى كده على البوتاجاز. وكمان كنت نقعة حمص الشام حوالي 3 ساعات وشغلت عليهم كده البوتاجاز، وهسيبهم يستووا. في ناس بتحط العدس بجبة مع المكرونة والرز. والله يا جماعة ده بقى بالنسبة لي انا شخصيا مش بحب اعمل كده، لان العدس بجبه الميه بتاعته بتكون يعني غامقه شويه، فهتغمق لي الرز وهتغمق لي المكرونه. فانا بحب كده اسويه لوحده. كل حاجه كده على البوتاجاز بتستوي. يلا بينا بقى كده نعمل شويه الدقه بتوعنا. في حله كده برضو على البوتاجاز نزلت فيها برضو بشويه من الزيت بتاع البصل. النهارده بقى كده الزيت بتاع البصل هو اللي هيشارك معانا كل حاجه. نزلت بقى كده في الحله مع زيت البصل بمعلقتين كبار من الثوم المهروس، ونزلت بقى كده عليهم بكوبايه من الخل بعد الثوم كده ما اتحمر واخد معايا اللون الذهبي. ونزلت كمان برشه من الملح ورشه من الكمون. بعد كده ما الخل غلى مع الثوم، اخدت بقى كده شويه كده اللي هم بقى كده دي كده الدقه بتاعه الثوم والخل. يلا بينا بقى كده نعمل الصلصه في نفس الحله. انا ما اخدتش الكميه كلها بتاعه الخل والثوم. نزلت بقى كده بالصلصه مدوباها في شويه ميه. ممكن تحطوا عصير طماطم، الاتنين هيدونا نفس النتيجه. وهنفضل بقى كده نقلب بقى كده الصلصه يا جماعه مع الخل والثوم. عايزه نقول لكم الريحه بتاعته يا جماعه خطيره. هنسيبه بقى كده يغلي لحد كده ما الزيت بتاع البصل يظهر كده على الوش. ودي كده بقى الصلصه بتاعتنا جهزت. وكمان بقى كده العدس بجبه اهو، وكمان حمص الشام استوى. وادي كمان الدقه بتاعتنا انا زودت عليها كده يا جماعه شويه من الثوم وشويه من الملح، لان لقيتها دلعه.
ادي كده بقى حاجتنا جهزت كلها. يلا بينا كده بقى ايه نوسع الدنيا بقى كده للراعي الرسمي بتاعنا النهارده، اللي هو الرز بشعريه والمكرونه. وكده استوى وكل حاجه معايا زي الفل. بصوا شايفين يا جماعه الصلصه عامله ازاي؟ يا نهار ابيض بجد، يعني عايزه اقول لكم الريحه يا جماعه خطيره. وحاجات البيت يا جماعه بتكون اجمل كتير كتير من حاجه بره. الحاجه انت عاملاها في ايديكي، وكمان ببقى يعني مبسوطه جدا لما الحاجه بتطلع معايا كويسه. العدس بجبه طبعا انا كنت سلقاه وما ضفتش عليه اي حاجه، فانا حبيت كده انزل عليه بثلاث معالق كده كبار من الصلصه اللي انا عاملاها كده بالخل والثوم، علشان يدينا برده كده ايه طعم للعدس بجبه. يلا بينا كده بقى ايه نجيب اطباق التقديم. فانا قلت بقى كده ايه اشتري لهم اطباق من اللي هي الالومنيوم، علشان كده احسسهم ان هو احلى من بتاع بره. عايزه نقول لكم ولادي يعني بيشتروه من بره كده دليفري بمبلغ وقدره، والطبق مش بيبقى زي حاجه البيت والله يا جماعه، وطعمه كمان مش بيبقى زي الحاجه اللي انت عاملاها جوه البيت. ممكن كمان تعملي منه مشروع هيكسبك كويس جدا جدا، لان هو تكلفته بتكون بسيطة، ولو انت بعتي الطبق يعني هتكسبي فيه. جبت بقى كده الطبق الالومنيوم وفرشت فيه شويه من صوص الصلصه في القعر تحت، ونزلت طبعا بالرز الشعريه والمكرونه، وعلى الوش بقى كده رصوا يا جماعه الحرفنه بقى كده في شكل الطبق وتقديمه. حطوا بقى كده شويه من صوص الصلصه، وفي الجنبين كده بقى ايه شويه من العدس بجبه وشويه من الحمص. وسامعين طبعا كده انتوا القرمشه بتاعه البصل. هنحط برده كده بقى ونزين الطبق بتاعنا، يعني رصوه بقى كده وانزلوا كمان بشويه كده من الدقه. اعملوا بقى كده الطبق بتاعكم ده هو اللي هيدي الشكل الجمالي في الاخر، وهيبقى كده بقى ايه يعني احلى كده كتير كتير من حاجة بره يا جماعة. اهو كده زي ما انتم شايفين رصيت كده الطبق بتاعي، حطيت شويه من صوص الصلصه، ونزلت كده بالرز بشعريه والمكرونه. لو انت عايزه تسلقي معاه العدس بجبه مفيش اي مشكله، بس انا يعني انا شخصيا مش بحب اسلق العدس بجبه الا لوحده، علشان ما يغمقليش الرز والمكرونه اللي هي بتكون في الحله، علشان يبقى اللون كده فاتح يا جماعه. وهنرص بقى كده بقى ايه شويه العدس بجبه وشويه الدقه وشويه حمص الشام. يلا بقى كده ايه دلعوا بقى كده الطبق كده لاولادكم، علشان كده لما تيجوا تقدموه لهم تبقوا مبسوطين كده، وتقولوا لهم شايفين الشكل والجمال اجمل من بره ولا مش اجمل من بره. طبعا كلنا كمان يا جماعه والله وانا بعمل الطبق ده بفتكر كده بقى كده الذكريات بتاعتي مع الكشري المصري. انا يا جماعه الكليه بتاعتي كانت في مصر، انا في تجاره عين شمس. كنت اول حاجه كده اول ما انزل الصبح كده من القطر انزل كده على محل الكشري انا واصحابي ونفطر والله الكشري المصري. فانا يعني افتكرت كده كل حاجه وانا بعمله. وبصوا بقى كده يعني شايفين الشكل والجمال، وحاجه البيت يا جماعه انضف واحسن كتير كتير من حاجه بره. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفه بتاعتي، وان شاء الله تطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، وما تنسونيش في دعوه حلوه من قلوبكم. باي باي.